السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. ولا تلفي ولا تحتاري ولا تفكري ولا تقعدي تشغلي دماغك في هناكل ايه النهاردة. تعالي أنا وانتي النهاردة نعمل أكلة من التراث السوري اللي هي الأوزي. الأوزي ده أكلة من التراث السوري، أكلة محبوبة هناك جميلة جدا. أنا عملتها بإمكانيات وحاجات سهلة جدا، عملتها باللحمة المفرومة. بصي شكلها عامل ازاي. سرر الاوزي دي اكله مفيش بعد كده، سهله وسريعه جدا. بسم الله ما شاء الله. بصي، وكمان حطلها مكسرات واكله جميله جدا. ماشي، تعالي بينا يلا نشوف الطريقه. وكمان قدمتها مع طبق سلطه ومع شويه مخلل كده، ولا في اسهل من كده طبعا. يلا بينا نشوف. سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا بينا نبدأ الطريقة. وأهم حاجة في الطريقة ايه الحاجات اللي هنستخدمها في الأوزي. هنستخدم لفة جلاش، وعايزة كده طبق حلو كده بسلة. البسلة دي أنا مفرزاها، وعندي نص كيلو لحمة مفرومة. المكسرات أنا ما عنديش لوز أو كاجو، فهعمل مكانهم الفول السوداني والزبيب. هحمصهم. الفول السوداني لما يتحمص هيديكي طعم قريب جدا كده من الكاجو. البهارات بتاعت اللحمه: نص معلقه بابريكا، رشه كبابه صيني، بصل بودر، توم بودر، كزبره، ملح، فلفل اسود، سماق رشه، كاري برضو يعني ربع المعلقه، والبابريكا. وطبعا الطبق الرئيسي ليها مع اللحمه المفرومه الرز. اول حاجه في حله على النار هننزل، يعني نسوي لو البسله بتاعتك مش مستويه هتنزلي بيها في الميه السخنه 5 دقايق بس على النار. زي ما قلنا ميه سخنه عليها البسله 5 دقايق، مش اكتر من كده. نزلنا بالزيت في الحله وهنبتدي نعمل الرز. انا بقى هعمل كده مقدار كوبايتين رز. هحمصه كويس عشان يبقى مفلفل. البهارات بتاعته معلقه ملح ونص معلقه مرقه دجاج، مش اكتر من كده، عشان في اللحمه هحط بقيه البهارات بتاعه الاكله النهارده. هقلبها تقلبتين 3 كده مع مرقه الدجاج والملح. هو اتحمص حلو. هنزل بالميه. ظبطي بقى ملحك. الملح بالنسبه لي كده مظبوط خالص. هنقوله بقى على العين التانية في طاسه على النار. ومجرد ما الماده الدهنيه بتاعتها تسخن انزلي شويه الفول حمصيهم عشان يدوكي نفس الطعم بتاع الكاجو، بس ما تحروقوهمش، مجرد تحميصه خفيفه. ابدأي بقى ارفعيهم من على النار. هو خد نفس الريحه بتاعت الكاجو دلوقتي حالا لما اتحط على النار. في نفس الطاسه اللي حمصنا فيها الفول هننزل باللحمه. من غير بصل او اي حاجه، انا النهارده هعملها لحمه صيفه. حاولي تبقى النار سخنه عشان بس اللحمه ما تنزلش الوصفه بتاعتها. بسيبها كده دقيقه. هننزل بقى بالبهارات بتاعتها. ادي البهارات: توم بودر، بصل بودر، سماق، كزبره، فلفل اسمر، ملح ابيض طبعا، بابريكا، كاري، وايه تاني، والسماق قلناه، كباب صيني.
انزلي وقلبي وشمي الريحه. حاولي تخليها تتفك من بعضها كلها، متخليهاش تبقى فيها كتل. الريحه خطيره. الرز بيستوي على النار الناحيه الثانيه. الاكله دي حلوه قوي، تعتبر الاكله دي من التراث السوري. وتنزلي بمعلقه صلصه عشان تدي لون للحمه. في المرحله دي حط لها حوالي فصين توم كده، عشان الريحه بتاعت اللحمه بالثوم تاخدك في عالم تاني. الله 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 على الريحه. هي اللحمه تعتبر استوت، بس هديها تقليبتين 3 مع الثوم. بس ما تنسيش ايه تدوقيها، عشان لو الملح ناقص تظبطيه. لو حسيتي فيها سنه حرقان ممكن تديها نص معلقه سكر. نص معلقه سكر مش هتأثر في الطعم خالص، بالعكس هتظبطه عشان الصلصه بس. هضيف بقى عليها البسله اللي انا سلقتها وهقلبها كده. الحشو جاهز. هبدأ بقى احط الرز، بس الحشوه لازم تتحشي وهي بارده تماما، ما ينفعش تحشيها وهي سخنه، لازم تبقى بارده. الرز خلاص استوى. هاخد كده هغرف من الرز وهحط على اللحمه. هو ده الحشو بتاع الاوزي. طبعا براحتك في الحشو، بس الاساسي بتاعها الرز مع البسله. هنبدأ بقى في مرحلة الحشو، وعلى بال ما انت تعملي مرحلة الحشو تكوني شغلتي الفرن على درجة حرارة 200 تسخن. بصي في الطبق زي ده كده، اي طبق ادهنيه كده بالزيت، وخدي ورقتين من الجلاش بصي، وابدأي بقى حط الحشو. بسم الله. اهو انتي ممكن على فكرة تزودي البسلة. انا البسلة المرة دي يعني كانوا اخر شوية عندي. انا عايزة اقولك طعمها خطير وما بتاخدش وقت. بصي انتي بتحشيها كده، بتملي الطبق. دي اسمها في سوريا سرر الاوزي. بحط معلقتين مكسرات، زبيب على فول، تبدأي بقى يا ست الكل تقفلي كده. انتي هتكوني دهنه الصينيه اللي انتي هتحطي فيها، هتكوني دهناها زيت، دهنها زيت سمنه براحتك. المهم ان الماده الدهنيه اللي فيها تبقى حلوه كده مظبوطه، عشان ما تلزقش فيها. اهو تبقى كده. هتجيبي غيرها اهي عكس عكاس كده. هنعمل واحده تاني معاكم، والباقي هنعمله بسرعه مع بعض كله.
اهو بنعمل تاني واحده. انا عايزه اقولك مشبعه جدا. بتقفلي كده طبعا بتدهني وشها بالزيت او بالسمن. الصينيه دي اخدت 4 بس. هدخلهم جوه الفرن على درجه حراره 220. احس انهم بس احمروا من تحت، واشغل عليهم الشوايه لمده 5 دقائق او اقل كمان من 5 دقائق. هحطهم في الفرن وهكمل بقيه الكميه بتاعتي. وبكده هنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كده طلعته من الفرن، حطيته في الطبق. هقدم معاه سلطه ومخلل، مش اكتر من كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده واكلتي عجبتكم. ان كان عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وشير مع اصحابك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.